هحكي لكم حكايتي. انا ام شروق، مرات محمد حورات. طبعا اللي حصل ان احنا كنا متجوزين سنة 2013 وغبنا على ما خلفنا. وكنت طبعا عايشة مع الحاجة سعدية اللي هي حماتي والحاج جابر، كنا في شبرا الخيمة. وبعد كده حصل مشاكل كتير كتير جدا ما بيننا وبين اهله. وطبعا اما اتأخرت في الحمل ربنا كرمني 2015، كرمني ببنوتة ولدتها 2016. فطبعا لما عرفوا ان هي بنت زي ما عملوا مع ام احلام عملوا معايا، وطبعا منهم لله وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. فاللي حصل عملوا معايا مشاكل كتير قوي، وطبعا انتهت بالطلاق بعد 3 سنين جواز. اتطلقت سنة 2019 قبل ما هما يطلعوا على اليوتيوب بحاجات بسيطة. هما طبعا بقى طلعوا على اليوتيوب كانوا في شبرا الخيمة، وبعد كده هو رفض ان هو يبعت لبنته فلوس. كان فاتح ورشة مع ابو زياد اللي هو جوز اخته، ورفض ان هو يبعت لي فلوس. والحاج جابر كان رافض هو كمان بسبب كرههم للبنات، زي ما عملوا مع ام احلام عملوا معايا. وطبعا انا مش مسامحاهم لحد الان، ما بيصرفش على بنته ولا بعت لها اي حاجه. طبعا انا ما كنتش عايزه ان انا اطلع وكده، وابو زياد عرض عليا كم مره اطلع على اليوتيوب عشان اقول، بس مرضتش ان انا اطلع. بس دلوقتي زهقت.